الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وتلفة يذرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، كل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. نقدم إليك بين يدي ذلك كله الصلوات والدعوات والفاتحة وياسين بنية التقرب إليك، الله بنية الحفظ والتحسين لنا وأهلنا وأموالنا والمسلمين، وأن الله يكفينا شر الظالمين والمحذين والحاسدين وجميع شرور خلقه، وبنية الشفاء ودفع البلاء وقضاء الحوائج وتفريج الكروب والحموم والغموم وقضاء الديون وغفران الذنوب واللطف والنصر وتحييد والصلاح والنجاح الأبناء والبنات والزوجات والفتح والقبول ونيل المطلوب وحسن الختام والتوفيق لسائر الأحمال والدوام الصحة والعافية وحصول البركة وسعة الأرزاق، وأن يفيد علينا كل ما فيها من خيرات وبركات وأسرار وفيوضات، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان وسخاء ورخاء على هذه النية، وكل نية صالحة شاملة لغير الدنيا والآخرة. الفاتحة وياسين ودعوات، والصلاة والسلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأحشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب الحجرة إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما إلى أحمد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، إذا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم قامدون، يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل ما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نخلقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ورزقهم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون تعالى وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توشة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إلا صيحة من أصحاب الجنة اليوم في سحر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق فلا يعقلون وما عملته الشهر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أحجار نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ليش اليوم صايم ولا إيه؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم سيدنا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من
لق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق. يا شفيق يا رفيق يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلي ومريض. اللهم فرج عنا كل هم وغم وحارجنا من كل حزن وكرب. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وعيل معه صبرنا وقلت به عيلتنا وضعفت له قوتنا. اللهم إنا نعوذ بك وبنور قدسك وبركة طهارتك وعظمة جلالك من كل طارق إلى طارق يطرف بغير يا رحمن. اللهم أنت غياثنا وبك نعوذ وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من زلت له رقاب الجبابرة وقد دعت له مقاعد الفراعنة، أجرنا من خزيك وعقوبتك واحفظنا وأهلنا وأموالنا في ليلتنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحات عرشك، فاصرف عنا شر عبادك واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك، وعود علينا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم لا تشمت بنا عدونا ولا تسح بنا صديقنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا سامع الشوت ويا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما وناشرها بعد الموت، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ألا تعرجنا عن دائرة الألتاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الغفي وظاهر يا باتن يا ظاهر يا لطيف. نسألك بقاية اللطف في الغداء ووقفنا بلطفك فيما نزل يا لطيفا لم يزل تف بنا فيما لم ينزل وفيما قد نزل، واجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة ووقي من جميع الآفات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها غير إلا قضيتنا ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج قلوبنا ووسع أرزاقنا وأصلحنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع أهلنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم مولانا وارحم موتانا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل الأجر وثواب ما قرأناه هدية واصلة منا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه يا رسول الله، وآبائه الطيبين وآل بيته الطاهرين وصحابته الأكرمين وأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وشهداء المسلمين وموتانا وموتى المسلمين ووالدنا ومشايخنا وأهلنا ولمن أجري هذا الغير على يديه وأعان عليه والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا
رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نذير. والسلام عليك يا بشير. والسلام عليك يا طهر. السلام عليك يا طاهر. والسلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا صاحب الشفاعة. السلام عليك يا رسول رب العالمين. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين. السلام عليك يا خير خلائق أجمعين. السلام عليك يا قائد. السلام عليكم. أهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين. السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته. وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل. أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة عالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وحده وآتيه نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني يا رسول الله جئتك مستعذرا من ذنبي ومستشفعا بك عند ربي ليغفر لي. اللهم ارزقني منحة استغفاره ووداده وشفاعته وبقي علي نعمة مودته وزيارته صلى الله عليه وسلم على دوام. اللهم يسر أمري واشرح صدري وفرج كربي وغمي ووسع رزقي واقض ديني وجمع هوائجي في يسر وعفو وعافية. اللهم اشفني وعافني وارحمني وأحلي والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحني وجميع أهلي وانفعهم ولا تضرهم وارزقني برهم وآمنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأحسن ختامنا وجعلنا جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله واسمع لإخواننا المسلمين في دعائنا هذا ومن أوصانا يا الله. اللهم اجز عنا سيدنا ومولانا محمد وذريته وآل بيته خير الجزاء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يا رب بذات وصفاتك تكن لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وتهدنا على عمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا دينا أهده حقوقنا والدينا أحبنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسن إلينا من رب والجاه أحسنا بالمصطفى شفيع يوم المحشر خير ولا من قد حبيب الكوثر عليه السلام ربنا وسلم وفاز بالخير لنا وعملنا عليه السلام ربنا وسلم وفاز بالخير لنا وعليه السلام ربنا وسلم